لو أنك أقرضت رجلا 100 ريال، فلما جاء موعد السداد جاء يرد عليك مثل هذا المبلغ 100 ريال ومعه هدية، إما مبلغ من المال أو كوب مثلا أو أيا كانت هذه الهدية الزائدة، فهل هذه الهدية الزائدة جائزة؟ الجواب نعم، هذه الهدية جائزة بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون هناك اتفاق أو شرط في أنني سأقرضك وتزيدني، فهذا من الربا المعروف. وحتى لو كان هذا الشرط غير مكتوب، إنما عرفا جرى عرف بين الناس مثلا أنه من اقترض فلا بد أن يأتي بهدية لمن أقرضه، فهذا كله من المحرم. الشرط الثاني أن تكون بعد الوفاء لا قبله، وقد استدل العلماء على ذلك بحديث أبي رافع في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من رجل سنا فأعطاه سنا فوق سنه، وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم محاسنكم قضاء، أو خيركم أحسنكم قضاء. وفي حديث جابر في صحيح البخاري ومسلم أيضا قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: ويجوز للمقرض أخذ الزيادة سواء كانت في العدد أو في الصفة. في العدد كأن يكون مبلغ فيزيد عليه في هذا المبلغ كما في حديث جابر، وفي الصفة كأن تكون صغيرة فيعطيه أكبر منها كما في حديث أبي رافع.